السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنعمل مع بعض حاجة كده على السريع، تكلفتها مش كتير ومش هتاخد منك وقت خالص. صينية البطاطس بالفراخ البلدي. طبعا الفراخ البلدي اطعم واحلى بكتير من الفراخ البيضة. يلا نشوف ازاي هنعملها وهنخلي طعم البطاطس احلى واحلى بيها. هتجيبي هنا بصلة مقطعة، هتفردها كده في الصينية. وبعدين هجيب معلقة سمن كبيرة، هحطها في الصينية كده. وبعدين هجيب معلقة توم مفروم، برضه هحطها في الصينية كده. ودلوقتي هبتدي ارص اول رق من البطاطس كده. طبعا لو حابة تكتري من البصل براحتك زي ما انت عاوزة، بس انا مش حاطة بصل كتير لان لسه في بهارات وتوابل وحاجات، وهي دي طريقتي في صينية البطاطس وبيبقى طعمها حلو قوي. هحط كده كده. انا خلصت اول رق من البطاطس بالشكل ده، حطيته بشكل عشوائي كده. وبعدين هبتدي ان انا ارش التوابل بتاعتنا، وهي عبارة عن رشة حلوة كده من الملح، ورشة كده من الكزبرة الناشفة، ورشة كمون، ورشة من الثوم بودر، ورشة فلفل اسود، ورشة شطة زي ما انت حابة، ورشة بصل بودر، واي بهارات عندك انت حابة تحطيها حطيها، ورشة كده جوز الطيب وكمون، وكل البهارات اللي حابة تحطيها حطيها، وقرن فلفل كده اخضر، وخضرة وشبت بالشكل ده على اول رق كده. بعدين هبتدي ايه ان انا احط الرق التاني، ارصه برضو كده فوق التوابل والحاجات كلها اللي احنا حطيناها بالشكل ده كده. خلاص خلصنا تاني رق. هرش برضو نفس البهارات اللي احنا رشيناها قبل كده، رشة من الملح، ورشة من الكمون، ورشة من الفلفل الأسود، ورشة بصل بودر، وتوم بودر، وفلفل أسود، وجوز الطيب، والخضرة بتاعتنا بالشكل ده. بعدين هبتدي أنزل ب3 كوبايات من عصير الطماطم عليهم بالشكل ده. اخلي الطماطم كلها تتوزع كده على الصينية. وبعدين دلوقتي هحطها على النار، مش هحطها في الفرن، هحطها على النار البوتاجاز تستوي 3/4 سوا. مش هخليها تستوي قوي، هخليها كده تاخد كام غلوة على النار. وبعدين هنحطها في الفرن تحت الشواية. دلوقتي هبتدي ان انا اعمل الصلصة بتاعتنا اللي هدهن بها الفراخ بتاعتنا. معايا 3 معالق من الصلصة، عليهم معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة من الثوم البودر، وكاري. طبعا التوابل اللي موجودة عندك وانت حابة تحطيها حطيها، بس التوابل دي بتدي طعم وريحة حلوة قوي للفراخ بتاعتنا. دلوقتي هحط معلقة من بهارات الفراخ بالشكل ده. عايزة افكركم ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد من وصفاتنا اللي جاية. دلوقتي انا حطيت رشة من الفلفل الاسود، واحط رشة من الشطة. الشطة اختياري حسب الطلب، لو انت عاوزة حطي، مش عاوزة خلاص. دلوقتي ومعلقة بصل بودر، ومعلقة بابريكا، و3 معالق كده من الزيت.
اهو بالشكل ده. وهنخلط كل الحاجات دي كده مع بعض، التوابل مع الصلصة بتاعتنا، نخلطهم كده كويس كده. صينية البطاطس خلاص استوت معايا. دلوقتي هرص الفراخ بتاعتنا. الفراخ طبعا بعد ما سلقتها هدهن كده الفراخ بتاعتي بالشكل ده، هغطيها كلها كده بالصلصة والتوابل اللي احنا خلطناهم مع بعض كلهم. حاول كده اغطيها كويس. بعدين بعد ما ادهنها كويس بالشكل ده هحطها في الفرن تحت الشواية. طبعا صينية البطاطس بتاعتي يعني مستوية 3/4 سوا كده، برضو هتاخد شوية على الفرن اهو بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. حطيتها على الفرن وطلعت بالشكل ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شكلها وريحتها حلوة خالص من كل التوابل اللي احنا حطيناها، طعمها حلو خالص. وجربوها ان شاء الله هتعجبكم. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من وصفاتنا اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.